يا صباح الفل على الاهلي والاهلاويه في كل مكان. طبعا من امبارح في سكريبات متوزعه كده من لجان نادي الزمالك و... والسوشيال ميديا والاعلاميين ان رجل الاعمال استاذ ياسين منصور نائب رئيس النادي الاهلي هيقدم استقالته او بيفكر ان هو يقدم استقالته. ما يقدم استقالته يا عم. لو عايز الكابتن محمود خطيب ذات نفسه يقدم استقالته ما يقدم استقالته عادي. احنا ما بتفرقش معانا، احنا كاهلاويه قلنا 100 مره الاهلاويه عندهم الكيان رقم واحد. والشخص اللي بيخش النادي الاهلي هو اللي بيضيف له، وهو ما بيضيفش حاجه للنادي الاهلي. عشان بس ايه تبقوا فاهمين. فاوعى تفتكر ان انت لما تيجي تقول لي الحق ده، مع احترامي الكامل لاستاذ ياسين منصور راجل محب للنادي الاهلي وياما واقف مع النادي الاهلي كتير، زيه زي اي محب للنادي الاهلي. احنا ما بنجبرش حد نضربه على ايده ونقول له تعالى والنبي حب النادي الاهلي، او تعالى اعمل حاجه للنادي الاهلي. ما بنجبرش حد على كده، ما بنتسولش زي ناس تانية. فانت عايز يقدم استقالته يتفضل يقدم استقالته، الف سلام. مش هندبدب في الارض يعني احنا مش هندبدب في الارض. انا عارف ان انت عايز تعمل اي محاولات عشان تزعزع استقرار النادي او تعمل بلبله او الكلام ده كله، فكل ده كلام في الهوا. طلق واحد ماسك مسدس صوت وعمال يضرب في الهوا ليه؟ لان احنا عندنا الكيان رقم واحد كاشخاص وكمشجعين وكرموز. عندنا الكيان رقم واحد وهو ده اللي منجحنا. يعني هو ده اللي منجح النادي الاهلي، ان احنا عندنا الكيان رقم واحد. ما عندناش بقى اشخاص بتخش عشان خاطر تسمسر، لعيبه نجيب لعيبه عشان نسمسر، او نستغل الكرسي عشان خاطر السمسره والفلوس والنادي يولع. ما عندناش احنا الكلام ده، الكلام ده عندك انت. فانت السكريبات بتاعتك دي كلها طلق في الهواء ولا يشغلنا. ماشي. ياسين يجي، كابتن محمود الخطيب يمشي، كابتن محمود الخطيب يقعد، كل ده ما يشغلناش. صباح الفل على الاهلي الاهلاويه وكل مكان. ابعتها له.